في عالم الكورة في لحظات بتغير التاريخ، مش هدف ولا بطولة، لا لا لا، مجرد صفقة انتقال لاعب ممكن يغير شكل نادي أو يغير سوق انتقالات كامل، أو حتى قلوب الجماهير يا عيني تتكسر. وأنا كمشجع عمري ما نسيت 6 صفقات قلبوا الكورة، وآخر صفقة كل ما بفتكرها بزعل قوي يعني. يلا نخش في الانترو. جنون كرة القدم يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. خلينا نبدأ مع الصفقة اللي عملت كراهية تاريخية بين الجمهورين في اسبانيا. تخيل ان لويس فيجو نجم برشلونة تصحى تاني يوم الصبح انت كمشجع لبرشلونة تلاقيه لابس تيشيرت ريال مدريد فجأة. جماهير برشلونة اتجننت لما عرفت الخبر ده، وكان نازل بعد اعلان بيريز ان هو رئيس لريال مدريد بيوم واحد بس انه كسر عقد لويس فيجو من برشلونة ب 62 مليون. القصة مجنونة يا جماعة. بيريز قال انه هيعمل فرهان انه لو كسب في خضتني يا عم كمل انت تمام انت مال. افتكرت البتاعة دي في حاجة. لو في حاجه انا هفضل قاعد مستنيه تقع عليك. الفكره ان بيريز عمل شرط مجنون انه لو كسب في رئاسه الانتخابات بتاعه ريال مدريد هيتعاقد مع لويس فيجو مباشره، ومحدش كان مصدقه. وكسب فعلا. تاني يوم اعلانه ان هو بقى رئيس لريال مدريد اعلن تعاقده مع لويس فيجو مقابل 62 مليون يورو كاغلى لاعب في التاريخ في وقتها طبعا. وبعد كام شهر من اتمام الصفقه وبقى لاعب في ريال مدريد وهيلاعب برشلونه في الكامب نو. جماهير برشلونه ما سمتش، وفي اول مره هيلاعبهم كان استقبال مرعب يخلي ركبه بتخبط في بعض. وطبعا الجماهير ما توصتش، رمت كل حاجه في ايديها، رمت ازايز، رمت طوب، حتى لدرجه ان هو اترمى عليه خنزير وراح يلعب كورنر عادي جدا. وبعدها طبعا كان عصر الجالاكتيكوس اللي جابوا بيريز، بس العصر ده ما نجحش قوي يعني، عشان نكون عارفين هو مش عصر ناجح قوي في تاريخ ريال مدريد. بس كده، يلا نخش في الصفقه اللي بعدها. والصفقه الثانيه بعد فيجو بسنين في صفقه كسرت الدنيا. نيمار ساب برشلونه يا جماعه ولسه في عزه، ده غير ان باريس ساعتها دفع 222 مليون عشان يجيبوا نيمار، رقم محدش يتخيله ابدا. والرقم ده كسر اي رقم الانتقالات حصلت في التاريخ، ولحد دلوقتي الرقم ده بالنسبه لنا كبير جدا ولسه ما اتكسرش. وانا لحد دلوقتي فاكر اللحظه دي كويس، ومش متخيل ازاي نادي يدفع الرقم ده كله في العام. وبصراحه من وقتها وانا شايف اسعار السوق باظت في الكوره. ليه يعني؟ ابو تريكه ودلوقتي تالت صفقه، ولاعب داخل بصفقتين. لحظه انا كنت بكرهها، وهي لحظه كريستيانو لما ساب مانشستر وراح ريال مدريد في 2009. انا افتكرت حاجه مهمه، هو مش انتقالين بس، دول 3، وده من اعظم لاعبي التاريخ لو ما كانش اعظمهم طبعا. واللاعب ده طبعا هو كريستيانو رونالدو. ده لحظه انتقاله من مانشستر، الفريق طبعا اللي انا بشجعه، لريال مدريد في 2009 تحديدا في الصيف. كريستيانو ساب مانشستر وراح لريال مدريد وهو في قمه المجد بعد ما كان اخذ البالون دور قبلها بسنه. صفقه ثمنها 94 مليون، وده كان رقم تاريخي في وقتها. برغم اني كنت صغير نوعا ما، بس فاكر اللحظه دي كلها كاني عايش اللحظه دي لحد دلوقتي. وريال مدريد كانه جايب صفقه تحت مسمى سوبر هيرو، وانا فاكر اللحظه دي لحد دلوقتي لما كان بيتقدم في برنابيو قدام الجماهير كلها. وفعلا من اول يوم الراجل ده اكنه كتب تاريخ جديد جدا مع الريال. قبل ما نخش للشخصيات التانية واللي هو نفس اللاعب، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لنا احنا نسينا مين في التعليقات. بس كريستيانو ما وقفش عند ريال مدريد بس، وبعد 9 سنين من المجد مع ريال مدريد فجأة خبر يهز العالم كله: كريستيانو اليوفنتوس ب 100 مليون وهو عنده 33 سنة في 2018. والصفقة دي قالت إن حتى الدون وهو في نص الثلاثينات لسه مطلوب. بس أنا واحد من الناس كنت متوقع إن هو هيفضل في ريال مدريد لحد آخر مشواره، بس الكرة خلتنا مجانين. في وقت من الأوقات في شهر 9 كده واحنا قاعدين عادي خالص في 2021 جاء خبر إن كريستيانو طريقه للسيتي، ولكن مرة واحدة حصل بلوت تويست. كريستيانو راجع تاني يونايتد بعد غياب 12 سنة. فجأة كريستيانو راجع تاني للأولد ترافورد في شهر 9 وبيلعب أول ماتش ليه قدام نيوكاسل، وفجأة بيجيب جونين، ومرة واحدة الاستاد كله يترج الحركة الشهيرة. كريستيانو فضل يتألق بعدها شهرين 3 4، مرة واحدة إصابات، مرة واحدة غير مدربين، مشاكل في الفرقة، تعثرات في الدوري، خروج من دوري أبطال. كل ده كان جديد جدا إنه يحصل مع كريستيانو. الموسم يخلص، مانشستر مش مشارك في دوري أبطال، هينزل اليوروبا، والأول مرة في التاريخ نشوف كريستيانو بيلعب في اليوروبا ليج. ومرة واحدة يحصل اللي محدش يتوقعه أبدا، بداية موسم جديد، والمرة دي مع تين هاج. وتين هاج كان لسه جاي من أياكس، عمل معاهم إنجازات، طلع لعيبة شبان كتير جدا، وجاب نص الفريق بتاع اياكس كله جوه مانشستر. ومره واحده لقينا كريستيانو 90% او 100% كمان قاعد على الدكه، وده خلق
كراهيه كبيره جدا بينه وبين تنهاج، ان كريستيانو لسه شايف ان هو يقدر يدي في الملعب بشكل اكتر من الاول. هل كريستيانو سريع زي الاول؟ فينيشر زي الاول؟ لا السرعه، المهاره، فين كل مفيش. الدوري هدى، توقف دولي، ورحيل لكاس العالم، مفيش اي حاجه خالص والدنيا هاديه. في يوم من الايام بعد ما البرتغال طلعت من كاس العالم، حصل لقاء شهير جدا مع مذيع شهير جدا مع كريستيانو، قلب كل الموازين وقلب كل التوقعات، وخلى كريستيانو بره حسابات مانشستر وبره دماغ جماهير مانشستر وبره دماغ تنهاج، عشان الكلام اللي قاله من مشاكل اداره، مشاكل مدربين، مشاكل اوضه اللبس. وده خلى كريستيانو ينهي التعاقد مع مانشستر يونايتد ولو حتى بالبق بس من غير حاجه رسميه ابدا. بعدها بكام يوم لقينا كريستيانو ماسك تيشيرت اصفر مكتوب عليه النصر، ومحدش عارف هو بيعمل ايه. كانت نقله كبيره جدا في دوري روشن السعودي، وده خلى كتير من الناس بعد ما كانت شايفه الدوري السعودي ده دوري تعبان بقوا يتابعوه عشان بس مجرد ان كريستيانو بيلعب فيه. انا ما اقصدش ده مش دوري تعبان طبعا. نوصل للصفقه الخامسه. ليونيل ميسي لما ساب برشلونه وهو بيعيط في المؤتمر بعد ما برشلونه نزلت الخبر على تويتر. انا فاكر البوست ده عمري ما انساه. بس هتقولي بقى فيجو ولا نيمار ولا حتى رونالدو، كل الناس دي معلش ما جاتش جنب اللحظه اللي فيها فعلا ميسي كان بيسيب فيها برشلونه بعد ما يعني 20 سنه كامله. ودي الليله اللي كان كل مشجع لبرشلونه خايف منها، وللاسف حصلت. وانا عن نفسي كواحد بيحب الكوره، حتى لو مش بشجع برشلونه او حتى بشجع اي حد، انا عمري ما انسى المؤتمر الصحفي ده. ميسي وهو بيعيط قدام الكاميرا وهو بيمسح دموعه كده، حسيت ان خلاص في عصر كامل من الكوره كده بينتهي، ده اند اوف انيرا. حتى لو انت مش برشلوني اكيد زعلت شويه. ونفس ميسي اللي كان بيعيط هو اللي في المؤتمر بعد 3 ايام بس كان ناصر الخليفي بيقدمه لباريس كلاعب رسمي معاهم قصاد آلاف من الجماهير في الشارع. وبالنسبه لي طبعا الكوره يعني بعد كده حسيت ان الموضوع بقى بايخ، او اللي هو مفيش انتماء، او الموضوع ما بقاش مستحيل. يعني لو في لاعب حاسس ان هو مش هيمشي، لا عادي هو ممكن يمشي، مفيش مشكله يعني. وبعد كده ميسي لعب معاهم تقريبا موسمين، ما حققش فيهم غير الدوري والكاس والحاجات دي بس، يعني قدام فرق كبيره وفي دوري الابطال ما اظنش اللي كان ليه انجازات تذكر يعني. حتى مبابي ونيمار ما عملوش حاجه في الوقت ده، وكلهم كانوا بيتخانقوا، كان في مشاكل في اوضه اللبس. بس بعدها طبعا، والحاجه اللي احنا عارفينها، ان ميسي خد كاس العالم في 2022 وبعدها قرر ان هو هينتقل، ان هو يبقى يريح شويه ويروح ينتقل يلعب في امريكا في انتر ميامي. ودي كانت صفقات قلبت الكوره، بس لسه اكيد هنشوف صفقات اغرب واغرب وحاجات عمرنا ما نتوقعها. لسه الكوره بتتغير كل ثانيه يا جماعه. قول لي بقى ايه الصفقه اللي انت عمرك ما نسيتها، وايه الصفقه اللي انت حاببها تحصل اصلا، وقولوا لنا بقى لو عايزين جزء تاني عشان اللي جاي هيفاجئكم اكتر. سلام. Look for me.